للزميلة سماح أبو عيادة على هذه الجهود الطيبة في أدائها لهذا التقرير. ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة مساحة حرة والتوابل في رمضان، حيث اشتهر العرب منذ قديم الزمان باستعمال التوابل في طبخاتهم، فهي تعطي ألوانا طبيعية ونكهات ذات مذاق مميز. وقائمة التوابل التي يشتهر بها العرب طويلة وممتدة، وتضيف إلى الطعام الكثير من الفوائد الصحية، منها ما يفتح الشهية، ومنها ما يحفظ الطعام من الفساد ويقاوم التسمم. لمعرفة المزيد عن التوابل وخصوصا في شهر رمضان الكريم، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور محمد بن عبد الله الطفيل، رئيس قسم السموم وتحليل الأدوية والأعشاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. أهلا وسهلا فيك. الله يحييكم. أسعد الله مساءك. الله يسعد مساءكم. دكتور محمد، طبعا التوابل لها مكانة واسعة، يعني تحتل مكانة واسعة تحديدا في الأطباق العربية لقدرتها على إضفاء نكهة لذيذة إلى الطعام. نعم. نتحدث بداية عن التوابل في شهر رمضان الكريم. والله التوابل لها فائدة زي ما أسلفت الأخت في المقدمة، لها فائدة عظيمة في حفظ الأطعمة، وكذلك إعطاء الأطعمة نكهة جيدة وتحسين الطعام لنكهة لهذه الأطعمة. طبعا التوابل عديدة وكل نوع من التوابل له فائدته، ولكن أغلب الفوائد تجتمع على أنها طاردة للغازات، تحفظ الغذاء أو الطعام من الفساد، كذلك لها فوائد في تخفيف المغص والغازات التي تحصل ارتباك في المعدة. كذلك لها فائدة مثل الزنجبيل، ممكن نستخدم الزنجبيل في الطبخات البحرية لامتصاص السموم اللي تكون في الأكلات البحرية أو ما يعرف بالشريمز والأسماك والأشياء الثانية والقواقع اللي تؤكل. فالزنجبيل طب يعني مفيد جدا لإضافته للطعام والأكلات البحرية. الزنجبيل له فائدة عظيمة في زيادة مناعة الجسم، يعني له فائدة عظيمة. الزنجبيل له فائدة عظيمة في أنه نضعه ككأس يضاف إلى الأطعمة لزيادة الهضم، خاصة إذا الإنسان أكل أكلة دهنية ممكن يأخذ الزنجبيل فهو يساعد على الهضم. طالما نتحدث عن الزنجبيل نعم، وزيادة الدورة الدموية. نعم دكتور، طالما نتحدث عن الزنجبيل، أيهما أفضل، الزنجبيل الطازج أم طبعا المجفف؟ نعم، هذا سؤال جيد وصح، سؤال يعني دائما يتكرر. الزنجبيل الطازج والأخضر هذا مفيد للطبخ أفيد من الزنجبيل البودرة. الزنجبيل البودرة مفيد جدا في حالات الإيميتنج أو التقيؤ أو الغثيان، فهو يعالج هذا الشيء. أما الزنجبيل الطازج فهو مفيد لجميع الحالات، وهو اللي يستخدم صراحة الزنجبيل الطازج في امتصاص السموم اللي تكون في الأكلات البحرية. الزنجبيل الطازج يرفع المناعة، جيد للجهاز التنفسي والجهاز السعرات الحرارية أيضا. نعم، ويحرق السعرات الحرارية ويزيد الدورة الدموية في جسم الإنسان. نجي بعد حتى ما نركز على الزنجبيل، نجي مثلا للفلفل الأسود وكذلك الفلفل الأحمر والأخضر. الفلفل عموما يحتوي على فيتامينات B1 وبي 3 وبي 6، كذلك يحتوي على أوميجا 3 وأوميجا 6. الزنجبيل الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر يحتوي على كذلك سواء البارد أو الحار، يحتوي على فيتامين سي، غني بفيتامين سي. الفلفل الحار الأخضر أو الأحمر مفيد جدا في فتح الشهية وحرق الدهون، يعني يحرق الدهون الفلفل. بالنسبة للحبة السوداء تضاف كذلك للطعام، ممكن تضاف لتحسين الطعم. بالنسبة لليانسون مفيد جدا بإعطاء نكهة طيبة للأكل وكذلك لطرد الغازات. بالنسبة للكزبرة، والكزبرة وما تعرف بحبوب المدورة هذه، مفيدة جدا في القضاء على الغازات ومفيدة للمساعدة على الهضم. النقطة المهمة صراحة في
في البهارات عموما والتوابل أن نستخدمها، ما نطحن كمية كبيرة ونضعها في صندوق أو في مخزن. يجب نطحن بقدر الكمية اللي نحتاجها، لأن إذا طحنت هذه البهارات أو ما يعرف بالبذور أو للأعشاب عموما أو وكذلك للبهارات والتوابل، مع مرور الوقت تتطاير زيوت الطيارة المفيدة جدا، فيجب ما نستخدم ما نطحنها إلا عند الاستخدام. يعني نحن هنطحن شوي على شوي حسب استخداماتنا. في شيء أصلا إذا طحنت كمية كبيرة مثل الهيل يضاف ومفيد للهضم، يساعد على الهضم، مقوي عام للجسم الهيل، ولكن لا نطحن كمية كبيرة لأنه يحتوي على زيوت طيارة. زيوت الطيارة هذه تتصاعد أثناء الحفظ الوقت طويل. البهارات عموما يجب أن تحفظ في مكان مغلق. ولكن لدينا اتصال، يمكن أحد من المتصلات يعني يبغى يطرح سؤال عليك. ألو مساء الخير، هلا جواهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. كيفك أستاذة مجدلين؟ بخير الله يسلم عمرك، أنت شلونك جواهر؟ الحمد لله. كيف أستاذة ناهد؟ الله يسلمك ويبارك فيك يا رب. أنا سؤالي كان للدكتور، بس أعتقد أنه كان راح يتكلم عن الطريقة الصحيحة لحفظ البهارات في المنزل. إيه تفضلي. الدكتور سامعك جواهر. أي أنا حابة أسأل كيف أحفظها في الطريقة الصحيحة لحفظ البهارات في المنزل. أيوة نعم، تحفظ. الأحسن من البهارات أن تحفظ في قوارير محكمة الغلق وتكون غير مضيئة، يعني معتمة. لحظة دكتور، في سؤال ثاني جواهر؟ السؤال الثاني بالنسبة للكمون، مغلي الكمون. نعم. لو يعني أنا الوالدة عندها تشتكي من غازات كثيرة يعني، وأسوي لها مغلي الكمون، هل له أثر على المدى الطويل يعني لو استخدمته لفترات طويلة؟ في سؤال ثاني؟ لا مشكور الله يرضى. اوكي شكرا جواهر، شكرا على المشاركة. طبعا السؤال الأول اللي هو حفظ، هذا سؤال جيد وكنا بنتكلم عنه صراحة. حفظ البهارات، تحفظ البهارات في علب زجاجية مغلقة محكمة الغلق، ويجب أن تبعد عن الحرارة أو ضوء الشمس. وإذا كانت هذه العبوات أو المواد التي تحفظ هذه أو الزجاجيات أو الستانلس ستيل يجب أن تكون بعيدة عن الضوء وبعيدة عن الحرارة. هذا هو. ويجب كذلك ما نحفظ كمية كبيرة، يعني هذه البهارات يعني لها 6 شهور أكثر شيء سنة، بعد سنة أصلا يجب أنه تغييرها أو حفظها في الفريزر. يعني يجينا أسئلة كثيرة إذا عندنا كمية كبيرة من الكمون وكان في درجة حرارة الغرفة، أظن بعد سنة حتى تكون المادة الفعالة انتهت، فيجب أن تحفظ في مكان محكم مغلق. حتى لو كانت بالفريزر؟ لا بالفريزر ما يخالف. ما يخالف. نعم. النقطة الثانية، السؤال الثاني، الكمون جيد كما قالت أنه يضاف ملعقة على كأس ماء مغلي، وماء مغلي ويغطى ويحرك عدة مرات ويغطى حتى يبرد. إذا برد يمكن يشربه الإنسان. ما تشرب أكثر من الكمون، لأن الكمون صراحة أنا ما أحب الكمون واليانسون والقرفة، هذه تحتوي على مواد الدهايد، هذه الأكثر منها تضر الكبد. فيجب عدم الإسراف فيها. يعني كم الكمية اللي ممكن تتناولها؟ يعني ممكن نستخدمها ملعقة لمدة يوم يومين 3 أيام للغازات، لطرد الغازات والانتفاخات في البطن. ولكن يجب أول شيء نشوف إيش السبب اللي سبب الغازات أو سبب الانتفاخات. يعني ممكن قد يكون الإمساك، قد يكون أشياء ثانية أخرى. احنا ما نبغى نخرج عن طور الحلقة. بالنسبة للكمون يؤخذ عند الحاجة ملعقة على كأس ماء مغلي وبس. نعم. ولا يكثر منه، لأن زي ما قلنا الكمون واليانسون والقرفة أو السينامون هذه تؤخذ كبهارات ما في مشكلة منها. والقرنفل هذه مواد تحتوي على زيوت طيارة، الإكثار منها يأثر على الكبد. ماذا عن الفلفل الأحمر الحاد اللي يتناوله بشكل مستمر ومتعود عليه؟ إنه في ناس كثير متعودين إنهم ياخذوا الفلفل الأحمر الحاد اليابس المطحون يضيفوه للطعام، لكن متعودين إنهم ياخذونه بشكل مستمر، هل له محاذير؟ لا ما له محاذير، إذا الإنسان متعود عليه، بس لا ياخذه على الجوع، ياخذه بعد الأكل أو وسط الأكل
حتى ما يسبب اريتيشن او تقرح او تهيج للامعاء. اما اخذه يوميا ليس له ضرر. طبعا الحين الفلفل اصلا الفلفل الاحمر او الاخضر الحار يستخدم الحين كدهانات، ويوجد في الصيدليه بشكل اسمه كابسيكم للآلام الروماتيزم، لانه الان الفلفل هذا يوضع على آلام الروماتيزم بشكل دهان، فيحرك الدورة الدموية في منطقة الوضع، ويخفف آلام الروماتيزم أو آلام النقرس في الأرجل. دكتور محمد، هناك الكثير يعني بتكلم من خلال واقع انه بيوضعوا 2 مثلا ملعقة كمون، حبة قرفة وزنجبيل بعد، وبيحطوا زعتر بري ونعناع او شاي اخضر، بيحطوه في ترمس لخفض زيادة الوزن. فبيشربوا من هذا الترمس مثلا خلال هذا اليوم، الصباح على ريقي بيشربوا كاسة كبيرة، ما فيها مشكلة، ياخذ مدة أسبوع أسبوعين الفترة، بس ما يستمر عليه فترات شهر شهرين 3 شهور، يعني يقطع ويرجع مرة ثانية ممكن. نعم. هذه حتى تؤخذ أيام الدورة مثلا، تخفيف آلام الدورة، تخفيف ممكن بعض الناس يضيف لها بعض الخلطات حتى لتخفيف الوزن. فهذه ليس لها محاذير، ولكن نحذر من اللي هو الكمون والقرنفل. وجود القرنفل يحتوي على مادة اسمها يوجينول، والقرنفل جيد حتى لألم الأسنان، يعني ممكن يحط على وضع الأسنان ويلم. القرنفل يحتوي على مادة جيدة جدا للتسمم الغذائي، مثل لو سمح الله واحد أكل سندويتش أو أكل أكلة متسممة واخذ قرنفل، مخلوط القرنفل هذا جيد يريح الأمعاء ويقتل البكتيريا. الكمية اللي ياخذها نعم، ملعقة صغيرة مطحونة تستخدم في علاج التسمم الغذائي والمغص الشاتي. يشربوا مع مويه مثلا؟ مع ماء مغلي ويبرد الماء يشرب، فهو جيد. واذا استخدمت جميع البهارات كبهارات كسبايس ليس لها تاثير ضار. الكميات البسيطه من البهارات عموما ليس لها تاثير ضار، عندما نستخدم مثلا القرنفل او نستخدم القرفه او نستخدم المسمار او نستخدم، هذه كلها ليس لها تاثير ضار. التأثير الضار ينتج عن الفرط في الاستخدام، كميات عالية ولوقت طويل. يعني احنا نيجي الآن نتكلم مثلا عن البهارات الأخرى، مثل اللي دائما يستخدم الكركم، وهو صراحة الكركم مادة كبهارات وهي مادة مفيدة جدا. أنا أنصح أن يوميا تستخدم في الشوربات، نستعمل عادة في شوربة العدس. الكركم كعيدان تطحن ويستخدم مع الشوربة، ممكن يستخدم على اللحم يوضع، فهو مفيد جدا. أول شيء أنتي أكسيدنت من الأشياء تطرد السموم من الجسم الإنسان. ثاني شيء تنقي الكبد، سبحان الله، تشيل السموم اللي في الكبد. دكتور محمد معلش أعتذر، لكن وصلنا إلى هذه المحطة. بس سؤال أخير، أفادت دراسة حديثة عن الفلفل الأسود أنه يحتوي على مركبات، طبعا 6 من هذه المركبات تساعد أو تخفض من مقدار ضغط الدم، وأيضا تمنع هشاشة العظام وتخلخل العظام، وأيضا تخفض الهرمون في الغدة الدرقية. ما مدى صحة هذا؟ والله هذه نعم، في دراسات تثبت على مادة الفلفل يحتوي على البيبرين كمادة فعالة، وهو يعني مفيد جدا الفلفل الأسود، ولكن يجب نحذر منه أنه لا يكثر منه، وكذلك لا يؤخذ على الجوع، يعني يؤخذ وقت مع الأكل أثناء الأكل. وكما أسلفنا دائما يطحن أثناء الاستخدام، يعني يطحن في طاحونات الآن تطحن الفلفل الأسود عند الاستخدام، هذه تعطي بهارات ونكهة طيبة للأكل. طيب دكتور، بس معلش إذا بيسمح لنا المخرج سؤال أخير على السريع. هو على الفيسبوك أحدهم يسأل، نستغل وجود الدكتور ونحييك طبعا، يحيونك ويقولون إنه أيهما أفضل أنواع الكمون، الغامق ولا الفاتح؟ والله الكمون عموما يعني كله واحد، ما فيه فرق بينهم، بس حسب قد يكون حسب المنطقة. ليش هذا أغلى من هذا؟ لا يمكن حسب المنطقة. حسب المنطقة. الآن مثلا نأتي مثل الحلبة، والحلبة دائما تضاف صراحة ومفيدة جدا كبهارات وتعطي تنظيف وتعطي أمعاء، وهي في نوعين، نوع بلدي أغلى من الخارجي يمكن 6 أضعاف، حتى الحبة السوداء. يعني هذا حسب الوجود، لأن ما هي كل ليس لها المادة الفعالة متشابهة.
شكرا لك دكتور، شكرا لحضورك معنا وهذه المعلومات التي قدمتها لنا. حقيقة وجودك كثير يسعدنا ويسرينا أيضا بالفائدة. شكرا لك. أشكرك دكتور محمد بن عبد الله طفيل، رئيس قسم السموم وتحليل الأدوية والأعشاب مستشفى الملك فيصل التخصص. شكرا لك، شكرا لحضورك وتقديمك النصائح قبل شهر رمضان الكريم. ربي يعيده علينا وعليك باليمن والبركات دكتور محمد. وانت بألف خير. مشاهدينا حننتقل للتقرير عن الخضار.